بسم الله الرحمن الرحيم. طالب المحترم، طالب المرحلة الثانوية، مؤكد إن أنت فهمت معانا اف في الحالة الصفرية واف في الحالة الأولى، لأن أنت لو فهمتها في شرح السبورة يبقى أنت طبقت وازددت في الشرح التطبيقي، ولو أنت فهمتها في الشرح التطبيقي يبقى أنت كده دماغك عملية. تعال ناخد مع بعض السكند كيس. والسكند كيس محتاجة منك إن أنت يبقى خيالك حلو. ليه؟ لأن هي بتتكلم في الوش. يعني إيه وش؟ الأمنية، something I wish، حاجة بتمنى إن هي تحصل. بتتكلم في ال unreal present، يعني إيه؟ عكس الواقع، الافتراضات يا عزيزي، hypothesis. يعني إيه؟ يعني مثلا if I were a millionaire، أنا لو كنت مليونير، أقسم بالله ما أديك درس الإنجليزي، واخد بالك؟ if I were a bird، أنا لو طائر، I would fly everywhere، هطير لكل مكان. if I bought a plane، لو أنا اشتريت طيارة، I would travel everywhere، هسافر لكل حتة. هي دي السكند كيس يا أولاد. يعني يا مستر بقى قول لنا كلام نكتبه. بص يا جميل، if هتجيب بعدها الباست سيمبل، يعني السبجكت كده، والسكند فورم التصريف الثاني من الفعل. يعني ما تقولش يا ولد جو، ما نقول ايه went. ما تقولش study، لا قول studied. والله يا مستر الناحيه الاولى هجيب السبجكت وبعد كده السكند فورم، يعني هقول went وستاديد وبروك والتصريف الثاني ده. يا ابني، ولما انت اقول didn't يا حبيبي هتقول didn't، ولما اعمل سؤال لا يا صديقي ما تعملش سؤال، سيب طلعت السؤال ده عليا. الناحيه الثانيه بقى مستر اللي هو الكفه الثانيه، انت علمتنا اف دي كفتين. الكفه الثانيه يا صديقي هتبقى عباره عن السبجكت بعد منه كود، او ايه كمان، او وود. يعني كود كده او وود. عارفهم يا مستر، كود الماضي من كان وود الماضي من ويل. ايوه يا ابن التصريف الثاني، ما تقولش ماضي بس عشان ما ازعلش منك. وبعد كده هنجيب الانفينيتيف المصدر بدون اي اضافه. هي دي بقى يا صديقي بتاع الافتراضات، هي دي يا صديقي بتاعت التمني، هي دي يا صديقي بتاع النصيحة. لما احط نفسي مكانك ازاي يا مستر؟ if I were you، لو انا مكانك كطالب، I would study، هدرس all grammar، كل الجرامر at modern academy EG، على منصة modern academy EG او على يوتيوب مع مستر وليد. if I were you I would study. ايوه يا اولاد، مش انا بقول لك يعني ان انا جامد تنين، لا انا بقول لك ان لما توحد الموضوع والطريقه ده بيفرق معاك. I would study. وطبعا احنا بتوع المجال، يعني مش بنهوى او مش هوايه بالنسبه لنا، احنا بتوع المجال. تمام حبايبي الشطار، انا قلت لك سيب الكويستشن عليا، حصل؟ ايوه حصل. مستر صباعك ده ولا ايه؟ لا ده صباعي بس لما بيورم. بص الحته اللي جايه دي، would you live، هل انت هتعيش on the moon، على القمر، if you، تمام، had، لو كان عندك space craft. سبيس كرافت يعني مركبة فضاء، تطير كده شوية في القمر، شوية في المارس المريخ، شوية في ميركوري المشتري، وهكذا يا صديقي. روح هنا شوية وهنا شوية، عيش حياتك. أيوة، would you live، هل أنت هتعيش على الميركوري، على المريخ؟ يا ابني حط علامة استفهام لأن أنت عملت كويستشن. أنا كنت مستنيك أسمعك كنت بتقول يا مستر عملت كويستشن، أعمل إيه يعني؟ حط الكويستشن مارك. What would you do؟ هتعمل ايه؟ If you won، لو انت فزت ب 3 مليون دولار، 3 مليون دولار، مستر انا اخرب الدنيا. بص يا صديقي، السكند كيس بتاع السكند فورم بتاعت الافتراضات والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، التمني والافتراض عكس الواقع، هو ده السكند فورم. طبعا متعود معايا على الجرامر التطبيقي، يعني خدت القاعده اهو فهمتها، مش هقف هنا. لا دي الميزه بقى اللي جايه عندنا، خش على التطبيق. الميزه يا اصدقاء في التطبيق عندنا ان جملنا كلها قريبه من الواقع. في وسط المثال الاول كده، if I were a bird، انا لو كنت طائر، I everywhere، I'd fly، هطير واروح كل مكان. if I were you، انا لو مكانك يا ولد، I for another job، ادور على وظيفه تانية. if I were I would look for another job. اوكي،
if she a car هي لو عندها عربية she would travel everywhere. if she bought a car, if she had a car, if she owned a car. أي second form شغال عندي طالما أنا عندي هنا would travel. if I $3 million لو أنا معايا $3 مليون مش هعمل بيهم حاجة مش هيكفوني. I would start a charity I earn it لو أنا كسبت $3 مليون. تعال بقى نبص على الثيرد كيس. تعال اوريك الاول في الايه في السبوره. يلا بينا على الثيرد كيس. كفتين الميزان المره دي الكفه الاولى هيبقى فيها 3 والكفه الثانيه هيبقى فيها 3. اصل انا في الحاله الثالثه ثيرد كيس. في الثيرد كيس يا صديقي هتيجي بعد اف تقوم جايب ايه؟ تجيب had past participle. ده لو انت شغال على الاكتف. طب لو شغال على الباسيف يا مستر؟ شغال على الباسيف اكنك شغال على توك توك بالظبط. شغال على الباسيف يا جميل هتضيف بس بين هاد بين باست بارتيسيبل. طب معلش يا مستر الكفه الثانيه انت بقيت فكهاني في نفسك ليه؟ الكفه الثانيه يا حبيبي بقى اهيت subject وبعد منه ايوه يا بتاع العنب would have could have might have. وايه يا جميل الصوره ده plus past participle التصريف الثالث. كلهم بيشتغلوا بالباست participle. اصل الحاله الثالثه بتاع التصريف الثالث. مستر الكلام ده جميل وحلو بس انا باجي احل الاقي الجو مش تمام. حبيبي ما انت تتعلم كده على التركيب بتاع الجمله الاولى تعرف التركيب بتاع الجمله الثانيه. ما انا بعلم والاقي نفسي لبست في الحيط. يا حبيبي ما انت تروح للمعنى. المعنى في الحاله الثالثه موقف فات عدى. يبقى هي الحاله الثالثه بتتكلم عن ايه؟ موقف فائت. موقف فائت. لذلك يا ندم يا ندم يعني ايه؟ انت تندم عليه. تلوم شخص على ايه؟ على ما فات. يلوم يلوم يا ندم يا ندم. regret ندم. blame لوم. when you blame someone when you regret something you use would have could have might have. واحط لك واحده من عندي عشان انا عارفك جامد التنين should have. مستر انا حاسك كده موديني على الدرس بتاع اليونت 4. ايوه يلا اليونت 4 ويونت 10 فاكرهم واحنا بنراجع كده ونروق الكلام. بص يا جميل الملامح. الفرقه لعبت الفرقه خسرت. if they had been more ambitious. more ايه؟ ambitious. الزمالك فرقه محترمه يعني انا اهلاوي بس فرقه الزمالك يوم ماتش الاهلي والزمالك كانت بتلعب تعمل شغل حلو. انا كان نفسي حتى لو اتغلبوا يتغلبوا من اخر ايه؟ من اخر هاف تايم يعني يلعب الاربع اشواط ويتغلب في الاخر مش في ياخد على قفاه كده في اخر مش كده يا جماعه. if they had been ambitious الناس دي لو كان عندها طموح. ما هو يا جماعه السبارك الاولى في الحياه الطموح. السبارك يا ولادي يعني شراره البدء شراره النجاح. if they had been more ambitious هم لو كان عندهم طموح اكتر لو كانوا متخيلين ان هم النهارده يقدروا يكسبوا الاهلي they would have they would have. والنبي يا جماعه الزملكاويه يقفلوا الفيديو يلا. they would have won the game. كانوا فازوا بالايه؟ بالجيم. انما الزباين ما كانتش عندها بربع جنيه طموح. لو حبيت تعمل كويستشن يا صديقي خليك على الجزء اللي فيه would. what would have happened اللي كان ممكن يحصل if شيكابالا didn't share. لو شيكابالا hadn't shared ما شاركش مش هيحصل حاجه هم برضه هيتغلبوا. what would have happened اللي كان ممكن يحصل. what would have happened قريت فاهمها. what would have happened اللي كان ممكن يحصل. انا عارف ان ممكن تكون ما فهمتش احسن حاجه من السبوره اللي فاتت ومع ذلك انا مصر ان انا اطبق عليها. يا ابني الحوار سهل جدا الموضوع بسيط. انا كل اللي معايا كلمه معناها بدون او لولا. طب والكلمه ديت ايه اللي فيها يا مستر؟ الكلمه دي يا ابني مش هيجي بعدها جمله كامله. امال ايه اللي هيجي بعدها يا مستر؟
ناون يا حبيبي، هيجي بعدها ناون. الجملة بتقول ايه؟ your help، مساعدتك. I wouldn't have been able to buy that expensive car، ما كنتش هعرف اشتري العربية الغالية اللي هناك دي. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا عايز اشتري عربية، العربية دي كانت عاملة كام؟ 5,200,000. فقلت الواد حسن، الواد الشاطر اللي معانا ده اهو، هيدينا ال5 مليون، هيساعدنا بيهم. شكرا يا حسن. طيب وال 200,000 يا مستر هنشوف حد بقى نستلفهم منه. واشترينا العربية في أمان الله والحمد لله. جميل جدا. فبقول لك إيه؟ without your help، بدون مساعدتك يا حسن. without your help، بدون مساعدتك. I wouldn't be able to، ما كنتش هقدر اشتري العربية. معنى ان انا اشتريت العربية بمساعدة حسن. without but for. if it hadn't been for، بس if it weren't لا ما تنفعش. المعلومة التانية، working day and night، يشتغل day ونايت، ليل ونهار. he wouldn't be able to achieve his dreams، مش هيقدر يحقق أحلامه. without but for. if it weren't for، واخد بالك معايا؟ his success، لولا نجاحه his family would feel bad، أسرته هتحس بإحساس سيء. without his success. if it weren't for، لولا نجاحه. been for the guard's bravery، لولا شجاعة الجارد الحارس. the boy would have died، كان الواد زمانه دلوقتي مات. third case. if it hadn't been for، لولا. if it hadn't been for، حالة عسلية خالص. noun أو verb ing. but for، لولا. without، if it hadn't been for، if it weren't for. وكلهم بيساووا unless، بس unless جملة. إنما دول noun أو verb ing. المعلومة الثانية، الطالب المحترم، لو أنت ما عجبتكش الفقرة اللي فاتت وما فهمتهاش، احتمال برضو ما تفهمش دي. ركز معايا. بيقول إيه؟ space the money he has. تمام؟ he can buy، يقدر يشتري many things، حاجات كتيرة. أيوة يا مستر، حلوة الجملة دي جملة إيجابية. أيوة جميل. ممكن نقول if، ولا ممكن نقول with، ولا ممكن نقول see without. يعني without بدون، يعني بدون الفلوس هيشتري. ازاي يا مستر؟ in case، في حالة، هي في حالة دي حلوة عجباني، واف عجباني. لو الفلوس هيقدر. يا واد يا شاطر يا محترم، انا بقول لك the money، مصدر لك النون. الجملة دي كان اصلها he has money، فانا رحت جايب لك النون ومصدره في الاول. ليه؟ انا عايز منك رابط يمشي مع النون. بص يا مستر، انا سيبني من القواعد دي، اشتغل بدماغي، وانا بحترم دماغك. قول. بص يا مستر، بي او بالفلوس، اللي هي كلمه بي هنا، اللي هي انهي واحده؟ اللي هي ويز ده يا مستر. بالفلوس اللي هو يمتلكها هي كان باي. صح يا ولد. ويز دي تقدر تقولها، وتقدر تقول كمان مساويات ليها زي ثرو، من خلال الفلوس اللي معاه، او باي، او ان كيس. طب ما هي موجوده ان كيس يا مستر، ما اخترتهاش ليه يا ولا؟ استنى، دي اسمها in case of. in case of طلبها فيها حرف جر، عايز النون. طب شوف الاكزامبل اللي جاي بيقول ايه. working in a large corporate. corporate يا ولاد، corporate يعني مؤسسة. تمام. he would be famous. مفيش مكان للاختيارات يا مستر، انت بقى وشطارتك. يلا قول لي كده من الاختيارات اللي فاتت. يعني بالعمل، من خلال العمل، في حالة العمل، كلهم ينفعوا يا مستر. كلهم مين يا واد يا شاطر؟ قول لي الواد اللي مش واخد باله. كلهم يا مستر اللي هم ده، هم اللي انت حطيتهم مع بعض. ويز اللي معناها بي، ثرو اللي معناها من خلال، باي اللي معناها بواسطة، ان كيس اللي معناها في حالة. كل دول شغالين زي الفل يا مستر، وانت اللي شغال زي الفل، انت واد قمر.
طب ما تيجي نطبق ولا لازم نطبق؟ نطبق. الاكزامبل الاول في التطبيق بيقول لي working day and night you will achieve your goal. تشتغل ليل ونهار هتحقق هدفك. يبقى with by through in case of. in case of يعني في حالة هي اللي موجودة هنا. his success his family his position will improve. بنجاحه البوزيشن بتاع الفاميلي هيتحسن. يبقى through his success. determination يعني الإصرار. معلش الجمل بتاعتي مليانة شوية. and strong will والإرادة القوية our team will win. يبقى with determination and strong will. with يا أولاد اللي معناها be أو by اللي معناها بواسطة determination الإصرار والstrong will. ولادنا الشطار احنا الدرس بتاعنا في الجامد. تمام. خدنا البدائل اللي بتساوي if بس بيجي بعدها النون أو الفيرب ing. خدنا البدائل اللي بتساوي unless بس بيجي بعدها النون والفيرب ing. تعالى بقى ناخد بدائل عجيبة غريبة في المقطع اللي جاي. المعلومة اللي جاية يا ولاد شوية سترينج لذلك ركز معايا. تعرف يا ولد الكلمات اللي أنا هكتبها دي ركز معايا. أول كلمة أهي عارفها يا مستر شود. هو حد ما يعرفش شود معناها يجب. طب يا ولد أنا هبدأ بيها الجملة. يبقى هل يجب يا مستر؟ سهلة جدا. لا طب إيه رأيك إن أنا هبدأ بيها جملتين يعني شرط وجواب شرط؟ إيه؟ أيوه هبدأ بيها جملتين. يعني يا مستر هيبقى معناها إيه؟ هقول لك في ثانية. إيه رأيك في الكلمة دي؟ ايوه مستر عارفها. وير اين؟ مره حسك جاموسه ومره حسك بتفهم. وير يعني كانوا اللي هو التصريف الثاني بتاع ار. دي غير وير اين خالص. امال هتدخلها لي كمان في وير يرتدي؟ والله حاجه تعصب. طيب هاد. ايوه مستر عارفها بتاع الامتلاك دي. ايوه التصريف الثاني. طب بص يا جميل كل دول هيجي بعديهم السبجكت. ايه ده؟ ايوه يا ابني مش بنكون جمله وبعد السبجكت ده الفيرب. عسليه قوي عرفت. بس الفيرب يا جميل جاي على مزاج كل واحدة فيهم. يعني على مزاج شد. على مزاج شد تلاقي فيرب انفينيتيف فعل في المصدر بدون إضافة. على مزاج وير تلاقي تو بلس انفينيتيف. مستر انا حاسك عامل تفريعتين كده. وفي معلومة؟ ايوه في معلومة جاية. على مزاج هاد هتلاقي التصريف الثالث للفعل او دي. اصل يا ابني شد بتحل محل اف في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. يعني ايه؟ يعني should احمد come. مفيش coming ولا comes. should احمد play. طب واكمل الجمله الثانيه ازاي؟ تكملها بويل لو انت في الحاله الاولى. تكملها بود لو انت في الحاله الثانيه. ده مختصر الكلام. طيب where آية. لو آية يبقى اللي to help. طيب بص يا جميل هاد بقى. هاد هتشتغل على التصريف الثالث للفعل. مستر بارتس التفريعه اللي انت عاملها دي مقلقاني. تعالى نريحك. وير ممكن تجيب تو المصدر وممكن تجيب الصفه. وير اي ا مليونير لو انا مليونير. وير اي ا بيرد لو انا طائر. واخد بالك؟ وير اي هنجيب بعدها هنا الصفه الادجكتيف. تمام. او نجيب البليس. وير اي ات هوم. وير اي ان بيد لو انا في السرير دلوقتي قاعد سليب كنت نمت. were I to have لو أنا معايا. were I to buy لو أنا اشتريت. were I to والمصدر أو الصفة والمكان والجنسية والهوية شغل verb to be. had والتصريف الثالث أو had والشيء. had I a plane ده أنا لو عندي plane ودي كده ساعتها هتبقى الحالة الثانية. أما دي هتبقى الحالة الثالثة. أوكي أصدقاء. هو ده. هي دي البدائل العجيبة الغريبة. مستر ايه العجيب في دي؟ شود يجب ووير. يا حبيبي قلت لك مش يجب. شود هنا معناها لو ووير معناها لو وهاد معناها لو. ودول ثلاث بدائل لاف. شود لو وير لو هاد لو. ودول ثلاث بدائل لايه؟ لاف. شود بديل في الاولى والثانيه. وير بديل في الثانيه بس. يلا بينا نروح للتطبيق. يلا بينا نروح للتطبيق. الطالب المحترم اللي فهم معانا الفقرة اللي فاتت يلا بينا نحل هنا على should وwhere وهاد وهي بتحل محل اف ومعناها لو. أول جملة بتقول should he the next match he will score. لو لعب صلاح الماتش الجاي هيسجل. يبقى should he play. مستر هي حط الفعل اس. يا حبيبي should مرتبطة بالمصدر. هو ده السؤال. النقطة اللي بعدها where he sees a message he would phone. خلي بالك would phone يبقى انت كده في السكند ودي كانت في الفيرست.
طيب نختار ايه؟ should he see، بما انه شغال على المصدر يبقى should يبقى مصدر يبقى should. هي دي الفكره. وشوت في الاول معناها ايه؟ لو كده انت لو ملميت بدي يبقى انت كده عندك المعلومه اللي جايه. I a bird، انا لو طائر I would fly. where I a bird، انا لو كنت طائر where I a bird. هنا ما جبتش تو المصدر لان ما عنديش فعل اصلا. طب شوف المثال اللي بعده. where it the match would be cancelled، لو مطرت الماتش هيتلغي. where it to rain، لو افترض ان هي مطرت الماتش هيتلغي. طيب خدنا تو المصدر لان شغال على وير، يبقى should مصدر وير تو المصدر. طب وير معناها ايه؟ لو. المثال اللي بعده he enough time، هو لو عنده فلوس كفايه he would go. يبقى should ولا وير؟ لا، ولا دي ولا دي. الماني والتايم حاجات تبقى معانا. طيب he enough time يبقى had he enough time، لو كان عنده وقت. he would visit us، he would go on holiday، هيعمل اجازه. they played well، لو لعبوا كويس they would have won. بص كده يا صديق، would have won دي third case، يبقى had they played well، لو لعبوا كويس. في تعبيرات يا ولاد فيها كلمة would، ولكن التعبيرات دي لا تحسب على التانية ولا التالتة. امال تحسب على ايه؟ على الأولى. طب اشمعنى؟ أصل لسه جاية. مجموعة تعبيرات يا ولاد بتحتوي على would وبتتكلم عن المستقبل، عن اللي لسه جاي، لذلك مجموعة التعبيرات دي كلها هنضيفها على الحالة الأولى. I would like to، أنا عايز. I would like to drink tea، عايز أشرب شاي. إن شاء الله هبقى أشرب شاي. I'd like to play، عايز ألعب. I would like to help، عايز أساعد. I'd like to start، عايز أبدأ. I would like to المصدر، I would love to المصدر، I'd prefer to المصدر. I'd rather مصدر بس. I would rather مصدر بس بتعبر برضو عن الفيوتشر. I'd rather go، I'd rather help، I'd rather give. وتعبير would you mind هل تمانع if I use your pen ان انا استخدم قلمك؟ يا باشا اتفضل. يبقى انا هنا would you mind دي بسألك عن حاجة لسه ايه جاية. فالتعبيرات دي يا ولاد اذا شفتها احسبها على الحالة الاولى. would like، would love، would prefer، would rather، وhad better، وwould mind، على الرغم ان فيهم would وعلى الرغم ان فيهم had الا انهم محسوبين على الحالة الاولى. مستر واحدة واحدة بقى كده عشان افهم. ماشي، احطهم في الحالة الاولى عشان التعبير لسه جاي. بس المعلومة بقى، هل هنحطهم بعد if بدل المضارع البسيط، ولا هنحطهم في الكفة التانية مكان will مطرح ما يجيبهم؟ ايه يعني نحطهم مكان المضارع البسيط عادي، مكان will عادي. المهم ان انت تبقى فاهم ان معنى الجملة لسه جاي، محتمل يحصل، متوقع يحصل. شوف المثال الاول كده، بيقول لك ايه؟ if you'd like to eat، لو انت عايز تاكل احنا هنطلب بيتزا. you can order بيتزا، تقدر تطلب معانا بيتزا. ايه رأيك؟ لسه هتاكل ولسه هنطلب. if you'd like to eat، if you'd like لو انت عندك الرغبة ان انت تاكل. if you'd like to eat، الكلام ده لسه هيحصل. رحت لصاحبتي فمامتها بتقول لي ان هي والله قاعدة بتذاكر عشان امتحان بكرة. معلش والله انا اسفة. if she has، هي لو عندها test tomorrow او if she takes a test tomorrow، لو هي عندها تيست بكرة I would rather، أفضل visit her later. would rather هنا أكنك قلت مكان well. مستر في حاجة عايز أقولها، الجملة الأولى فيها tomorrow، ليه ما أقولش will take؟ يا حبيبي يا صديقي، بعد if زمن استحالة will، لازم أن يكون present simple أو past simple الكلام ده. المثال اللي بعده would you mind if I، هل تمانع لو أنا. would you mind يا ابني بتتحسب على الحالة الفيرست، if بعدها مضارع use. would you mind if I use your pen، هل تمانع ان انا استخدم القلم بتاعك؟ في نهاية قاعدة if لو انت فهمت يبقى روح طبق. يلا سلام عليكم.